وتبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع شخص شكله مرعب وبيكون اسمه بول بونيان، وهو كان عايش في قرية معزولة. ونرجع لورا شوية في بداية عام 1894، وهو كان على علاقة ببنت اسمها أنابيل، والبنت دي كانت عايشة في نفس القرية، ولكن عشان شكله مرعب رفضت أنابيل إنها ترتبط بيه، فقرر إن هو يسيب القرية ويعيش في الغابة. وابتدى بول بونيان يبقى هجومي متوحش. بعد كده ابتدت القرية تمر بفترة جوع، وده بسبب ندرة الحيوانات في القرية، ولأنهم كانوا عايشين على صيدها ومعتمدين عليها، وكانوا دايما أهل القرية يخرجوا للغابة ويقطعوا الأشجار عشان يستخدموها كحطب ليهم، وعشان كمان تدفيهم من الجو البارد. وهو ده السبب وراء قلة وجود الحيوانات في القرية. وفي يوم راحوا أهل القرية للغابة عشان يقطعوا الشجر كالعادة، وكان معاهم البنادق بتاعتهم. وقائد المجموعة وبنعرف إن اسمه جراين لاحظوا إن في تور كبير وبيجري ناحيتهم، فضربوه بالبنادق بتاعتهم، وفرحوا جدا إن التور هيكفي أكل القرية كلها. ولاحظوا إن التور ده كان فيه تشوه في جسمه، لكن ما اهتموش بالموضوع. وقرر جراين قائد المجموعة إن هو يروح للغابة ويستكشف فيها. وفي الوقت ده كان بول بونيان موجود في الغابة وبيراقب أهل القرية، وده لأنهم قطعوا التور وكلوه، وده زعله جدا. فقرر العملاق إن هو يهجم عليهم، وفعلا خلص عليهم كلهم. في الوقت ده كان جراين جوه الغابة عشان يستكشف فيها، وأول لما رجع شاف معظم اللي في القرية مقتولين، وطلع ليه الوحش وفي إيده فاس، وابتدى جراين يجري منه ودخل في حظيرة، وابتدى الوحش يحاصره ودخل ليه وهجم عليه. وفي الوقت ده كانت مكنة فرم شغالة فرماه جواها. ولما عرف باقي أهل القرية باللي حصل، اتفقوا إنهم يمسكوا العملاق ويقبضوا عليه. ونجح أهل القرية إن هم يقبضوا عليه، وكانوا رابطينه بالحبل والسلاسل وبيجروا فيه، وابتدوا يضربوه بالحجر عشان ينتقموا منه، لغاية لما شاف حبيبته كانت واقفة مع أهل القرية وكمان كانت بتطالب بقتله، وده خلاها زعل جدا واتأثر. وبعد كده قرر أهل القرية إن هم يخلوه جوه كهف ويحرقوه، لكن بسبب شكله مرعب النار ما أثرتش فيه وما ماتش. وكمان قدر من المكان اللي هو فيه إنه يكتسب طاقة كبيرة، فحولته لعملاق كبير. ومرت بعد كده السنين ونسي أهل القرية اللي حصل، واعتقدوا إن العملاق ده اتقتل من سنين. ومع مرور السنين يجي يوم من الأيام كان في شخص اسمه هوك، وبنعرف إن هو رئيس قسم الإصلاح، وجات له فكرة إن هو ياخد مجموعة من الشباب للغابة اللي بتنفذ عقوبة السجن عشان يخفف عليهم مدة العقوبة. وكان معاه دكتورة استشارية وبنعرف إن اسمها سوزان عشان تساعده في مهمته وتقييم سلوك الشباب. فخد أول ولد من الشباب وبنعرف إن اسمه مارتن، وهو كان مسجون بسبب السرقة. والبنت التانية اسمها روزا، وهي كانت مسجونة بسبب عملية قتل. وشاب اسمه زاك، وهو كان مسجون في تهمة مخدرات. والبنت الرابعة تريش، وهي مسجونة في شهادة زور. والبنت الخامسة بنعرف إن هي اسمها ميليس، وهي بنت شرطي معروف وكانت مسجونة بسبب سواقة العربية تحت تأثير المخدرات. فهوك ابتدى يجهز فيهم وبيعرفهم إن كل واحد فيهم ليه مهمة داخل الغابة عشان يتعلموا، وفي نفس الوقت يغير منهم ويصنع منهم شباب كان فقد مستقبله لشباب يقدر يفيد المجتمع. وابتدى يبلغهم هوك إن أي واحد منهم مش هيسمع تعليماته هيرجع للسجن تاني. وبدأ يتكلم معاهم وبيقول لهم شروطه في الرحلة، وإن هيكون في مخيم في الغابة يقدروا يناموا فيه، وكمان هيبقى ممنوع استخدام التليفون. بعد كده بيجي الشرطي المعروف وبيطلب من سوزان الدكتورة الاستشارية إنها تاخد باله من بنته. فسوزان طمنته وقالت ليه ما يقلقش على بنته، وابتدوا يركبوا العربية عشان يتحركوا. وهم في الطريق ابتدت سوزان تتكلم مع هوك وبتطلب منه إنه يخفف شوية مع الشباب وما يضغطش عليهم كتير، وبتفكروا إن مهمته هو إنه يصنع منهم شباب قوي ويقدر يتحمل المسؤولية مش بالتعنيف ولا بالأوامر. فبيرد عليها هوك وبيفكرها إنهم في الأصل مجرمين، وطالما هم معايا لازم ينفذوا تعليماتي وأنت كمان معاهم. وابتدى الشباب يتكلموا ويتعرفوا على بعض. فزاك بيكلم مارتن عن سبب دخوله السجن، وبيقول لي إنه سرق 12 مليون دولار بس ما لحقش يعمل بيهم أي حاجة، وده لأن الشرطة قبضت عليه بسرعة. وابتدت تضحك المجموعة على كلامهم. في الوقت ده ابتدوا يدخلوا القرية يعبروا الجسر الأول لحد ما وصلوا الغابة، وابتدوا ينزلوا من العربية واختاروا المكان اللي هيخيموا فيه. وابتدى هوك يتكلم مع الشباب وبيحذرهم إن أي حد هيخالف تعليماته هيرجعه للسجن تاني. وبدأ يقول لهم إن ممنوع الضحك والهزار وممنوع الكلام إلا بتصريح منه. في الوقت ده بدأت سوزان تتكلم مع الشباب وبتعتذر منهم على اسلوب هوك معاهم، وبتقول لهم انهم هنا عشان ينسوا اي حاجه حصلت زمان ويبتدوا حياه جديده. فزاك بيتكلم معاها ويقول لها انه يتمنى انه يرجع تاني للسجن وما يتفرضش عليه القوانين دي. وبدا الليل وابتدوا يولعوا النار وتجمعوا مع بعض، وبدا كل واحد يحكي حكايته ويتكلموا عن سبب دخولهم السجن. بدات تريش تحكي لهم عن تجربتها وتقول لهم انها اتسجنت بسبب شهاده زور، وده لانهم اتهموها بقتل بنتها ومفيش حد صدقها من الشرطه. وزاك كمان بيحكي لهم ان المخدرات اللي لقوها معاه مش بتاعته. وابتدت روزا تحكي وتقول لهم انها قتلت شرطي حاول يبتزها وهي قتلته عشان تدافع عن نفسها. وبتحكي ميليس بنت الشرطي المعروف عن جريمتها، وبتقول ان الشخص اللي خبطته بعربيتها هو كان تحت تاثير المخدرات، ولانها بنت شرطي معروف في المدينه طبقوا عليها القانون عشان تفضل سمعه الشرطي نظيفه. وبكده بنعرف ان كلهم مظلومين من الجرائم بتاعتهم الا مارتي اللي سرق الفلوس ووضح انه عمل كده عشان يوزعهم للناس المحتاجه. فجاه ظهر ليهم شخص اسمه بادي وحذرهم ان في عملاق في الغابه ولازم يطلعوا منها فورا، ولو ما طلعوش هيقتلهم كلهم. لكن هوك بيقوم ويطردوا من المكان وبيقول للشباب انه مجنون وهو عايش في الغابه من سنين كتير. وفي اليوم الثاني ابتدى هوك يصحيهم من النوم، واتضح ان هو ما نامش الليله دي في الخيمه. بعد كده دخل الدكتوره سوزان المعسكر اللي كان موجود فيه هوك ولاحظت كتب كتير في المعسكر، فاستغربت ان هو بيحب قرايه الكتب. راح رد عليها وقال لها انه ما بيحبش القرايه وان هو جايبهم هنا عشان يولع فيهم ويدفوا المكان. وابتدى هوك يغير لبسه عشان يتحركوا، وطلبت منه سوزان انه ما ياخدش المسدس بتاعه عشان الشباب ما تقلقش، فوافق على كلامها. وابتدت المجموعه تتحرك في الغابه وبيجروا في الغابه لمده ساعتين. وبعد كده خدوا فتره راحه، وابتدى زكي يتكلم مع المجموعه ان لازم يلاقوا مكان يهربوا منه وان هو مش هيقدر يتحمل اوامر هوك لفتره طويله. راح رد عليه مارتن وبيقول له ان المكان ده بالنسبه له احسن ما يرجع السجن تاني. وابتدوا يكتشفوا
في الغابه ولاحظ زاك اثار عظام لحيوانات كبيره، وابتدى ينده على مارتن. اول لما راح ليه لاحظ عظمه طور عملاق شبه البوق، فخدها مارتن معاه وهم راجعين لمجموعه. بعد كده لاحظ هوك البوق مع مارتن وطلب منه انه يرجعه مكانه وانهم هنا مش في رحله استكشافيه، وسمع كلامه وخلاه في الشنطه بتاعته. في الوقت ده كان الشرطي المعروف تينر كان قلقان على بنته ميليس، وراح السوبر ماركت اللي موجود في القريه وسال عن هوك، ورد عليه صاحب السوبر ماركت وبيقول له انه يعرف هوك بس هو اسلوبه حاد جدا ودايما بيضغط على الشباب. وجت في الوقت ده واحده وبتتكلم معاه وبتطمنه ان هوك احيانا بيبقى قاسي شويه لكن هو من جواه شخص كويس، وطلبت منه انه ما يقلقش على بنته. وبيظهر العملاق في الغابه وبيروح للمكان اللي كان فيه الشباب، وبيلاحظ ان قرن البوق مش موجود في مكانه، ففهم ان في حد موجود في الغابه وتعصب وصرخ بصوت كبير لدرجه ان الشباب الموجوده في الغابه سمعوا صوت صراخه لكن ما اهتموش بالموضوع وكملوا مشي. وابتدوا انهم يستريحوا شويه، ومره واحده ظهر العملاق قصادهم وكان ماسك في ايده فاس كبير، فبدا يهجم على المجموعه وابتدى كل يهرب من المكان. وهوك في الوقت ده ما كانش معاه مسدسه بسبب طلب سوزان انه يخلي مسدسه في المعسكر، فما قدرش ان هو يتصرف. وابتدى العملاق يلاحقهم وضرب تريش واتصابت. بعد كده هجم على هوك وقسمه نصين، وقبل ما يموت قال لسوزان انها تخلي بالها على الشباب. ولما لاحظ العملاق ان هوك لسه عايش داس عليه برجله. بعد كده جمعت سوزان المجموعه وراحوا على بيت في الغابه. في الوقت ده كان البيت مقفول بالقفل، وابتدوا يكسروا الباب لحد لما دخلوا مش مستوعبين اللي بيحصل. وابتدى زاك يتكلم مع سوزان وبيقول ليها انت مسؤول عن المجموعه بعد موت هوك، وبيطلب منها حلول للوضع اللي هم فيه. فاقترحت ميليس بنت الشرطي انهم يهربوا بالعربيه، وبترد عليها سوزان ان مفاتيح العربيه مع هوك، ورد عليهم زاك انه يقدر يشغل العربيه بدون المفاتيح. وبدات سوزان وزاك يتحركوا مع السلاح. واول لما طلعوا اتاخر زاك في تشغيل العربيه، فسوزان حست بحركه غريبه وطلبت من زاك انه يرجعوا للبيت، لكن بيطلب منها زاك انها تستنى ثواني. بس سوزان رفضت وخدت زاك ورجعوا بسرعه للبيت، وابتدوا يشوفوا من الشباك العملاق وهو بيسحب العربيه ودمرها، وكانوا كلهم خايفين منه. وكان العملاق في الوقت ده بينظف الفاس بتاعه من الدم. وظهر ليهم الشخص اللي حذرهم من العملاق اول لما نزلت المجموعه للغابه ودخلوه البيت اللي هم فيه، وابتدى يحذرهم ان لعنه العملاق ظهرت مره تاني وده بسببهم. كان باين على ميليس انها كانت قلقانه جدا، وكمان حست ان العملاق بيطاردهم بسبب القرن اللي خده مارتن من الغابه. بعد كده صدمهم الشخص ده لما قال لهم ان القرن ده يخص تور كان صديقه. فابتدت سوزان تسال عن قصه العملاق ده، فحكى اليوم القصه. واول لما مارتن سمع القصه خرج بسرعه من البيت ومعاه القرن وصرخ على العملاق وبيقول لو عايزك قرن تعالى خده. مره واحده رمى القرن باتجاه الغابه، وبعدين حس ان العملاق مش موجود فيها. وفي الوقت اللي هو راجع فيه للبيت ظهر العملاق فجاه وقتله بالقرن وسحبه باتجاه الغابه. بعد كده كانت سوزان بتضرب النار على العملاق لكن بدون اي تاثير، وبتبقى تريش متصابه اصابه كبيره وبتوصيهم على بنتها لو حصل لها اي حاجه. وفي اليوم الثاني ابتدى تينر يتحرك بعربيته ناحيه الغابه لانه كان بقاله يومين مش عارف يتواصل بهوك، فحس ان في حاجه حصلت. بعد كده الشخص اللي معاهم في البيت بيطمنهم ان العملاق مش هيجي ليهم تاني، وهو خد قرن بوق اللي يخصه. ابتدى يفرجهم على صوره حبيبه العملاق وكان اسمها انابيل، وبيقول لميليس انها شبهها جدا، وبيسالها هتعملي ايه لو خطفك العملاق وتعيشي معاه. فاستغربت ميليس من كلامه وحست انه مش طبيعي. بعد كده سابته وراحت. وفي اليوم الثاني وصل تينر الغابه وشاف جثه هوك وهي مقسومه نصين، ولاحظ ان في اثار اقدام عملاق كبير على الارض. قلق جدا على بنته وباقي المجموعه، فاتحرك بسرعه وراح برج عالي في القريه عشان يبلغهم باللي هو شافه. في الوقت ده كانت سوزان وباقي المجموعه في البيت، وفجاه وصل العملاق وابتدى يهجم على البيت بالفاس اللي معاه. مره واحده مسك تريش بايده فضربته سوزان بالمسدس في عينه فاتصاب ورمى تريش وماتت. وابتدى العملاق يحاصرهم، وبيوصل تينر وبيضرب النار على العملاق ببندقيته فوقع العملاق ومات. بعد كده خد بنته في حضنه وبيساعده عشان يتحركوا من المكان، لكن فجاه وصل بات ورافع بندقيته على تينر وطلب منه ان يسيب بنته للعملاق، ورد عليه تينر ان العملاق خلاص مات. فبيقول لي بات ان بنتك كمان لازم تموت لان العملاق من اجداده. ومره واحده زاك اتدخل وهجم على بات لكن ضربه بات بالبندقيه. في الوقت ده طلع تينر مسدس من جيبه واتفاجئوا ان العملاق قام وما ماتش، وضرب الفاس بتاعه على بات. وابتدى تينر يهرب مع سوزان وبنته وبيركبهم من العربيه بتاعته، وطلب من سوزان تسوق العربيه وهو هيكون في ظهر العربيه. ولما اتحركوا بدا العملاق يجري وراهم، وبدا تينر يضربه ببندقيته من ورا، وبيقرب العملاق من العربيه وبيضربه بالفاس، وابتدوا ينزلوا بسرعه منها وراحوا ناحيه الجسر اللي في اول القريه. وكان العملاق بيجري وراهم لغايه لما وصلوا لاخر الجسر. في الوقت ده وصل اهل القريه بعد ما سمعوا تينر بيطلب مساعدتهم، وابتدوا يحركوا البنادق بتاعتهم ناحيه العملاق. وبدا العملاق يفقد قوته بعد اصابته برصاص، وبيطلب من ميليس انها تيجي معاه، وكان عنده اعتقاد ان ميليس هي حبيبته انابيل. في الوقت ده وقع في البحر ومات. وفرح اهل القريه بموت اسطوره العملاق، وفرح كمان تينر انه انقذ بنته وقدر ان هو ينقذ الدكتوره سوزان. بعد كده اهل القريه بياخدوا فاس العملاق وبيعملوا تمثال على مدخل القريه عشان تبقى قصه ودرس للاجيال اللي بعديهم انهم خلصوا على اكبر عملاق كان بيهدد القريه كلها. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.